السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني حياكم الله. اليوم بغينا نتكلموا على القرار اللي خرج به الاتحاد الأوروبي وشنو كاين وراء السطور. خليونا نقراو ما وراء السطور. فالكل كيقول بأنه هذا القرار فهو ناتج على الطمع ديال فرنسا في الغاز الجزائري. هذه إلا نقطة واحدة من المخططات. فالجميع مشى مباشرة على أنه الجزائر كتشري في الدمام ديال الغربيين. فعلا هذا موجود، ولكن هذه ماشي هي النقطة الوحيدة اللي جعلت ماكرون أنه يحاول يضغط على الأوروبيين باش يوجهوا يلعبوا بهاد لاكارت، هاد البطاقة المحروقة ديال حقوق الإنسان تجاه المملكة المغربية الشريفة. فالسبب الحقيقي، وهذا من وجهة نظري الشخصي، هو المسألة ديال مجلس الأمن الدولي. واش عمر شي واحد فيكم تسأل علاش كاينين غير 5 ديال الدول اللي هما عندهم العضوية الكاملة والتامة، يعني ما تتبدلوش، تيبقاو هما لا باز ديال هاد المجلس، هما الدول الدائمة العضوية. علاش بالضبط 5 وماشي 10 وماشي 6 وماشي 7؟ ف5 دول نسبة ل5 القارات. فكتلاحظوا أنه كاين الولايات المتحدة الأمريكية، كاين بريطانيا، كاين فرنسا، كاين الصين، وكاين روسيا. غادي تقولوا لي ايوا فينا هادو راه غير اوروبا وامريكا واسيا، فينا هي افريقيا؟ غنقول لكم فعلا. فافريقيا هي ممثله بفرنسا، لان فرنسا بحكم انها كانت مستعمره اكثر من الثلث ديال افريقيا، فكانت هي الممثله ديال افريقيا. لكن من بعد ما هاد السنين كامله لاحظوا، او لاحظ مجلس الامن ان فرنسا ما عندهاش شي دور، ما كتفيد حتى حاجه في مجلس الامن الدولي. فلهذا بغاو يحاولوا يسحبوا من تحت البساط. والمرشح الوحيد حاليا في افريقيا اللي غادي يكون عنده عضويه كامله في مجلس الامن هو المغرب. فامريكا باغا المغرب، الدول الاخرين باغين المغرب، وفرنسا بالتالي كتلقى راسها انه ما بقاش عندها الوزن ديالها نهائيا، وغادي تسحب من تحت البساط لصالح المغرب. فلهذا كتحاول ما امكن تضربوا بزاف ديال الملفات، ومن بيناتها هذه الملفات ديال حقوق الانسان. فاذا كانت اوروبا تتكلم على حقوق الانسان، فاين هي اوروبا من حقوق الانسان في ايام كوفيد؟ فاش كانوا كي خلاو اسبانيا وخلاو ايطاليا كيموتوا، ما بغاوش يساعدوهم. اين هي حقوق الانسان؟ اين هي اوروبا من حقوق الانسان؟ فاش كانت كيخليو العجزه تيموتوا بلا دواء، اين هي اوروبا من حقوق الانسان؟ فاش كانت بعض الدول من بيناتها فرنسا كدا ولات تتعمل مساله القرصنه ديال الادويه وديال اللقاحات، وكتعرض بزاف ديال الشحونات اللي هما كانت تدخلوا للبلدان وكتستولي عليهم هي. فاين هي من حقوق الانسان؟ بالله عليكم، اين هي من حقوق الانسان؟ فاش كتمص الدم ديال الافارقه. هي حاليا خامس دوله عندها احتياطي عالمي في الذهب، وهي ما عندها حتى شي منجم. الكل من افريقيا. اين هي من حقوق الانسان؟ فاش هي حاليا كتنظم او كتستغل في مهاجرين، مهاجرين ما عندهمش الوراق، غير شرعيين، في اعمال، في بناء وديال الملاعب وداك وبزاف ديال المرافق الرياضيه، الاحتضان، بعض البطولات اللي غادي تنظم فيها حاليا او بروشينمون ان شاء الله الرحمن الرحيم. اين هي من حقوق الانسان؟ هذه ما هي الا بطاقه تيلعبوا بها الوقت اللي بغاو وكيحيدوها الوقت اللي بغاو على حساب الهوى ديالهم. ولكن هيهات وما هيهات، المغرب قوي، والمغرب ما عنده ما يدير باوروبا. بالعكس، اوروبا اللي كتاخذ من عندنا حنا ما كناخذ من عند اوروبا حتى شي حاجه، هما اللي كياخذوا من عندنا. فلذا يجب مراجعه جميع الاتفاقيات الموقعه بين المغرب والاتحاد الاوروبي، من بيناتها مساله الامن، مساله الهجره السريه، الارهاب، محاربه الارهاب، مساله الصيد البحري.
كتلقاو أن أوروبا ثانية كونطرا مع المغرب 52 مليون دولار للسنة. 52 مليون دولار احنا نصوروها في 15 يوم ديال الحوت. راه صندوق ديال الحوت غلا من صندوق ديال البرميل، غلا من برميل ديال البترول. فلذا يجب على الدولة المغربية مراجعة هاد الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. ومغرب الأمس راه ماشي هو مغرب اليوم، وفرنسا غادي تركع وغادي تحضر الراس وغادي تعترف بالصحراء المغربية ونفاء في الأرض. ماشي المغرب هو الجارة اللي هوك اللي ما عملت لها فرنسا ومرمدتها، اللي كتقول لها ما عندكش الهوية. يعني إذا وتصوروا شعب بدون هوية، يعني بحال تجينا انا بحال الشكل ديال البغل، ماشي اصيل، با حمار ومعوده وعطاو بغل. هذا هو الشعب اللي بدون هويه، ما عندوش واحد الهويه. وسمح في ودني مرارا وتكرارا ويقبل الايادي وتيبوس في الوجه ديال ماكرون. فاخواني سننتظر ما ستفعله الدبلوماسيه المغربيه ان شاء الله في اسرع الاوقات، لان المغرب ما كيسكتش على هذه الامور. وسناتيكم بالجديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.